في زمن تكثر فيه الأسئلة وتقترب فيه العلامات، تبقى الحقيقة لمن يبحث عنها. هنا ساحة الإمام المهدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رؤية جديدة من سفر الرؤى المهدوية، رؤية تحمل رمزية عالية، وتتحدث عن 3 أشخاص وبرج عال وطواف حول المدينة. الأحد 12 أبريل 2020. 14 شوال 1444 يقول صاحب الرؤيا: رأيت هذه الرؤيا بعد ذكر وتسبيح ودعاء لله تعالى حتى غلبني النوم، فرأيت أني قائم بروحي وجسدي فوق سطح برج عال، برج شاهق يناطح السحاب، وعلمت في الرؤيا أنه برج المنصوب الكائن في مدينتنا إب، مع أن هذا البرج في الواقع ليس عاليا، لكنه في الرؤيا كان شاهقا جدا، وكأننا فوق ناطحات السحاب، وكنا 3 أشخاص على سطح البرج، أنا ورجل الدين أعرفه باسمه وشخصه، وشخص ثالث لم أتبين ملامحه. وكان لدينا علم سابق أن لنا طوافا فوق سطح هذا البرج، فبدأ البرج يتحرك ويدور بنا حول المدينة، وكان دوران البرج كأنه دوران الأرض، وكنا نحن ال3 نسبح الله ونذكره ذكرا كثيرا، وننظر إلى المدينة من أعلى وكأننا نطوف فوقها. فدار بنا البرج 2 أو 3 دورات، ثم عاد البرج إلى مكانه وتوقف وانتهى طوافنا، وهذا ما رأيت. والله أعلم بالقصد. الباحث عن وصايا الكنز، رؤية تحمل رمزية عالية 3 على برج شاهق. تعبير الرؤيا التأويل اليوسفي. هذه الرؤيا من الرؤى الرمزية القوية والبشرية، وتحمل عدة دلالات مهمة. أولاً، دلالة البرج العالي. البرج في الرؤى يدل على رفعة مكانة مرحلة مهمة، إشراف على أمر عام، وكون البرج في الرؤيا أعلى من الواقع يدل على ارتفاع شأن أمر في مدينتكم، أو رفعة في مقام أو مرحلة قادمة، أو حدث كبير يخص المدينة. ثانياً، وجود 3 أشخاص. العدد 3 في الرؤى يدل على مرحلة مكتملة، مجموعة مختارة، اتفاق أو اجتماع على أمر، وكونكم 3 يدل على أمر يجتمع عليه 3 أشخاص، أو دور خاص ل3 أشخاص في مرحلة قادمة. ثالثاً، رجل الدين. وجود رجل الدين في الرؤيا يدل على صلاح توجيه أمر ديني أو إصلاحي، وهذا يشير إلى أن الأمر مرتبط بالدعوة، إصلاح أو أمر ديني مهم. رابعاً، دوران البرج حول المدينة. هذا من أهم رموز الرؤيا، يدل على إشراف على أمر المدينة، تغيرات قادمة، مرحلة انتقالية، مراقبة أو تمهيد. في زمن تكثر فيه الأسئلة وتقترب فيه العلامات، تبقى الحقيقة لمن يبحث عنها. هنا ساحة الإمام المهدي.